خسر جدا، في حاجه منهم كسبت ابدا. انا اتعلمت جدا. امتى افتح شركه؟ اي وقت. انا 90% من الاسئله اللي بتسالني في الكومنتس او في المسجات الخاصه، انا عندي فكره مشروع حلو جدا وعايز افتح، انا قررت اسيب شغلي وافتح البيزنس بتاعي. طب امتى تفتح البيزنس بتاعك؟ اي وقت. اول ما تحس انك جاهز افتح البيزنس بتاعك. يعني اول ما تحس ان انت جاهز وعندك استعداد للريسك وللشغل جمعه وسبت وثلاث واربع وخميس، اول ما تبقى عندك استعداد ان انت تبقى جاهز للخساره وللمكسب وللتعب والافورت عمرك في حياتك ما عملته، افتح شركه. اول ما تلاقي عندك الفكره وتلاقي عندك الاستعداد انك تضحي بشويه حاجات عشان تعمل فكرتك، افتح شركه. طب انت ليك عدد معين عشان تفتح فيه شركات يعني؟ طب ليك سن معين عشان تفتح؟ لا مفيش. طب انت لو فتحت شركه وفشلت وقفلت، ينفع تفتح واحده تاني؟ ينفع. طب ينفع تفتح ثلاثه؟ ينفع. يعني هو مش سوبر ماريو انا لازم عندي 3 محاولات لو عملتهم الجيم هيخلص وهموت. لا، هو مفيش عدد محاولات. هو انا المحاولات دي اندلس، المحاولات دي عمرها ما هتنتهي. اللي هينتهي بس هو جوه مخك الضيق. انت لو انت قررت ان انا مش هفتح شركه لو عندي 35 سنه، ليه يعني؟ ده سن الرشد. او 40 سنه، ليه يعني؟ او بعد 10 سنين شغل، ليه يعني؟ او اول ما اتخرج، ليه يعني؟ انا فتحت على فكره محل سيديهات وشرايط كاسيت وانا في ثانيه ثانوي. انا فتحت محل موبايلات وانا في ثانيه اعدادي حرفيا. انا فتحت تحت بير السلم. حكيت لكم حاجات كتير قوي. انا فتحت مشروع في اي وقت وفي كل حته. خسر جدا، في حاجه منهم كسبت ابدا. انا اتعلمت جدا. فمفيش عدد شركات معين تفتح، مفيش وقت معين تفتح فيه شركه، بس في منتاليتي لازم تبقى عندك اللي هي دي، اللي هو انت افتح شركه وقت ما تبقى جاهز. اللي هو في عدد معين، لا مفيش عدد معين. طب في وقت معين، لا مفيش وقت معين. لو عجبك الكلام ده قول لي عشان نفتح شركه لو انت، واكتب لي كومنت هنا تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.